مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. وحشتوني قوي قوي قوي. طبعا الصيام ابتدى. آه، اساسي في الصيام معانا السمك. هنعمل السمك السنجاري. انا عارفة ان انا عملته كذا مرة على القناة قبل كده، بس المرة دي هنزود شوية تريكات هتعجبكم اكتر والخلطة هتبقى فظيعة، هتبطلوا تشتروه من بره خالص، ومش هيعمل اي ريحة زفرة في الشقة خالص ولا اي حاجة. اعملوه انتم مطمنين، هيعجبكم. بس لو اول مرة تشوفوني، انا اسمي مادونا. ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا بقى نشوف طريقة السمك القمر دي اللي هتدمنوه في البيت، وهينفع يتعمل بأي نوع سمك معاكم. يلا بقى نشوف الطريقة، واكتبوا لي بقى كومنتاتكم الحلوة. اول حاجة معانا سمك مفتوح من عند الظهر ومتنضف كويس جدا، سمك بوري او بلطي او سمك ماكريل، اي نوع سمك هينفع. تمام. غسلناه ونضفناه كويس من عند البطن كويس زي ما انتم شايفين. هتبله برشة ملح ورشة كمون بس. طبعا مش دي التتبيلة بس احنا عايزين نحيقه، نخلي طعم اللحم بتاعه حلو. فرشة الملح ورشة الكمون مؤقتا حلو لحد ما نجهز التتبيلة بتاعته. هيدوله طعم حلو قوي، ما تقلقوش. نتأكد بس ان كل حتة فيه اتملحت كده عشان يبقى لحمه كله طعمه حلو. عشان لما السمك بيبقى متملح بيبقى بتحسي بطعم التتبيلة بتاعته كويس. في نفس الوقت ما نزودش ملح كتير. معانا بقى معلقة زيت في طاسة، ونزلنا ببصلاية متقطعة قطع، انا مقطعاها كده بالسكينة مش فرماها. هنديها تشويحة بسيطة. على فكرة الفيديو انا مش مسرعاه خالص، مش عاملة فيه اي تسريع. هي يعني ده الوقت بتاعه. تقلبتين يا دوب للبصل، نزلت عليهم بقرن فلفل رومي او حراق وبصلايه وجزرايه مبشوره. هبتدي كده اقلبهم مع بعض. انا عايزه بس الحاجات تدبل بسيط، يعني هي بين كل نوع خضار والتاني تقريبا دقيقه تقليبه. بس كده قلبناهم كويس مع بعض. هننزل بقى بطماطمايه برضو متقطعه قطع صغيره او طماطمتين. طبعا الكميه اللي انا عاملاها دي كفت السمكتين الكبار، سمكتين كيلو اللي انتوا شفتوهم. هتزودوا كميه السمك، طبعا هتزودوا كميه الخضار، وبيبقى طعمه حلو جدا. وبتبقوا عاملين وجبه متكامله، يعني بالخضار بتاعها بكل حاجه. هننزل بمعلقه كبيره صلصه. دي كانت اقل من معلقه. هرجع بعد شويه ازود كمالة المعلقه الكبيره. ببتدي كده اديها تشويحة. هي الصلصة طبعا عشان كانت متجمدة في الفريزر، بشيلها في الفريزر فطلع متجمدة. زودت كده معلقة مية بس عشان الصلصة تفك معانا. انا عارفة ان انا نزلته مرتين، بس المرة دي هيبقى فيه كده شوية تريكات هقول لكم عليها، بس استنوا معايا في الفيديو. انا زودت كمان ربع كوباية مية. ليه؟ انا عايزة الخضار يدبل في بعضه وياخد كله من طعم بعض، يعني كل النكهات كده تندمج مع بعضها، عشان ده هيدينا احلى تيست في السمك فظيع يا جماعة. لو الخضار ني هيبقى جميل، بس ده هيعلي طعم قوي قوي قوي. اهي دي كمالة معلقة الصلصة اللي قلت لكم عليها، عشان بحيث تبقى معلقة مليانة برضو، مش معلقة هرمية يعني، بس معلقة كبيرة. دي رشة سكر كده بسيطة بوريها لكم، عشان طبعا الصلصة فبتعمل لنا بتعمل حموضة. فرشة السكر دي عشان حموضة الصلصة. معانا بقى هنا التركات: معلقة مستردة، معلقة هريسة، كمون، بابريكا مدخنة، رشة كزبرة، ملح. جربوا يا جماعة الحاجات دي. المستردة مع الأسماك بتودي الموضوع في حتة تانية خالص، يعني حلوة قوي. طبعا الهريسة تقدروا تزودوا منها، بس عشان ولادي فمرضتش اخليه يبقى سبايسي قوي. المستردة فعلا مع الأسماك بتعلي الطعم بطريقة رهيبة. بنقلبهم كده تقليبة مع بعض. ودي معانا، ورجعت بقى خلاص طفيت النار. معانا معلقة توم صغيرة مفرومة، ده توم اللي هو مفروم بالخلطة بتاعة السمك. انا ببقى فرماه زي ما كنت منزلاه قبل كده على القناة وبشيله في الفريزر. طلعت كده معلقة ويا دوب بس بقلبها مع، انا هو بوريكم ان انا طافية النار. بقلبها كده مع باقي الخلطة.
واقلب كويس. وطبعا انا شغلت الفرن بقى وسايباه يسخن كويس قوي 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 عشان ما تخلوش السمك يدخل على فرن بارد. جبت كده ورق فويل وعملته زي مركب كده، بس قدر الامكان ما تخليش الفويل يعني يبقى جاي فوق السمك اللي هيتاكل. يعني ممكن عند الديل، عند راس، الحتة دي مش هتتاكل، لكن عند السمك نفسه، لحم السمك نفسه، ما تخليش الفويل يلمسه، عشان طبعا الفويل خطر جدا مع السخونة، بينزل مواد يعني مش صحية خالص. طب احنا السمك حاطينه على الفويل مباشر، لان كده كده جلدة السمك هتلزق في الفويل فمش هناكلها، لكن المهم الحاجات الاجزاء اللي هناكلها كلها ما نخليش الفويل فيها. جبت بقى الخلطة بتاعتي وابتدي بقى اوزعها على السمكتين، وزي ما قلت لكم الفرن شغال ويكون سخن كويس قوي، عشان السمك لو دخل على فرن بارد هينشف معانا يا جماعة. اهو كده بقى شكل السمك بعد الخلطة ما عملناها. وزودوا من الخلطة زي ما انتوا عايزين، بصوا بتخلي الطعم في حتة تانية خالص. وهنجيب بقى شرايح ليمون، شوفوا طعمه شكله اساسا يتاكل ني. هنجيب بقى شرايح ليمون عشان احنا معصرناش ليمون، فاثناء التسويه العصاره بتاعه ميه الليمون والقشر بتاع الليمون، اللي هو يعني الزيوت اللي في قشره الليمون، هتنزل بقى في السمك برضو، هتدي طعم حلو جدا. بصوا جربوا التركات دي هيعجبكم قوي. هندخله الفرن، بياخد حوالي تلت ساعه على 220. انا بعمل الفرن عندي على 220، لو فرنك سخن قوي خليها على 200. بياخد حوالي تلت ساعة، وبرجع شغله الشواية كده ياخد لون حلو زي ما انتوا شايفين كده. وبيبقى خطير يا جماعة، وبيبقى طري لان هو ما قعدش وقت كتير في الفرن. وعلى فكرة تسوية السمك في الفرن ما بيعملش اي ريحة في الشقة خالص، بتبقى الدنيا كويسة مفيش اي حاجة. وما تشتروش من بره تاني، اعملوه في البيت وعلى ضمانتي هيعجبكم. بتمنى يكون الفيديو عجبكم بقى، ومتنسوش اللايك والشير. نورتوني.